حد يصدق ان الكعبة وبيت الله الحرام يحتل؟ هو ده اللي حصل فعلا، وده كان يوم 20 نوفمبر سنة 1979 ميلاديا، وبالتحديد قبل اذان الفجر. والحادثة ديت هزت كيان العالم الاسلامي كله، وتغير من بعدها شكل الحياة في المملكة العربية السعودية، وراح ضحيتها مئات من المصلين في ساحة الحرم المكي الشريف اللي كانت شبه ساحة الحرب، وكان السبب ظهور المهدي المنتظر في وسط مسلحين متجمعين في الحرم الشريف. ووقتها وقعت الكعبة تحت حصار مسلح لمدة 14 يوم. فتعالوا معايا عشان نعرف أبشع جريمة حصلت داخل أكتر الأماكن المقدسة في العالم الإسلامي، وزي كل مرة هنقول على الله حكايتنا. السلام عليكم اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. يوم 20 نوفمبر سنة 1979 ميلاديا قبل اذان الفجر اتملى المسجد الحرام في مكة بالحجاج والمصلين عشان صلاة الفجر، وكان عددهم حوالي 50,000 مسلم من جميع انحاء العالم. ولكن كان من بين العدد المهول ده كان معاهم هناك 200 راجل، زعيمهم شخص في الاربعينات من عمره، دخلوا المسجد ومعاهم توابيت خشب متغطية عشان بعد الصلاة يصلوا على الجثث صلاة الجنازة قبل دفنهم. كان الهدوء مالي المكان، وأول ما انتهى الإمام من الصلاة وبعد ما ختم الإمام صلاته وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قام زعيم الجماعة ديت اللي عددهم 200 راجل وزق الإمام ومسك الميكروفون وأمرهم بفتح التوابيت. وفعلا بدأوا بفتح التوابيت عشان يتفاجئ كل اللي في المسجد انها فاضيه من الجثث، ولكن كان جواها اسلحه منها اليدوي ومنها الرشاشات والبنادق. وبعدها طلع على المنبر طالب اسمه خالد اليماني، وبدأ يخطب في الناس عن الفساد والظلم اللي انتشر، ويبلغ الناس عن علامات ظهور المهدي المنتظر، وانه ظهر فعلا وان هو موجود وسطهم. هو محمد بن عبد الله القحطاني، واول واحد بايعه هو جهيمان العتيبي. طبعا في وسط الهرجله ديت كلها في ناس قدرت تنتهي انها تجري وتهرب من الحرم، وناس تانية ابتدوا يصدقوا ان هو المهدي المنتظر وكبروا وبداوا يلتفوا حواليه ويبايعوه. وقتها استغل جهيمان في نشر رجالته المسلحه في مواقع كتيره في الحرم، والقناصه ابتدوا يطلعوا على المنابر لحد ما في وقت قصير تمت السيطره الكامله على الحرم المكي. بس خلينا نشوف الاحداث مشيت ازاي بمنتهى السهولة، وازاي تم السيطرة على المكان، وهو مكان من اقدم الاماكن الاسلامية المقدسة في العصر الحديث. اول حاجة اختار جهيمان التوقيت ده بالذات لان وقتها كان ولي العهد السعودي الملك فهد في تونس عشان يحضر مؤتمر القمة العربي، وقائد الحرس الوطني الامير عبد الله كان في المغرب، والملك العاهل وقتها خالد بن عبد العزيز كان مريض وفي قصر الرياض ومعاه وزير الدفاع. يعني مفيش توقيت احسن من كده تكون السلطات السعودية مشغولة فيها. ونيجي بقى للسؤال المهم، مين هو جهيمان العتيبي عشان يعمل كده، وايه الغرض من اللي عمله ده؟ الحكايات اللي اتقالت عن جهيمان العتيبي انه شخص امي وما كملش تعليمه، ووصل لرتبة رقيب في الحرس الوطني في الجيش السعودي لمدة 18 سنة، وبعدها وصل لسن التقاعد. لكن جهيمان العتيبي كان عنده كاريزما وشخصية قوية جدا، واللي خلته يقدر انه يجمع شوية شباب من سنه ويكون جماعة سلفية. وفعلا تم انشاء الجماعة ديت سنة 1966، وهي جماعة معارضة لنظام الحكم في السعودية، وبدأوا يحاربوا الحاجات اللي شايفينها من وجهة نظرهم انها غلط. وكان وقتها بدأت ظهور الست مذيعة في التلفزيون السعودي، ويدخل التليفون للمملكة، وده من وجهة نظرهم بعيد عن الإسلام الصحيح، وان السلطات السعودية هي السبب في اللي بيحصل ده عشان بعدهم عن الدين. فاختاروا بداية سنة 1400 هجريا، وبالتحديد يوم 1 محرم عشان تنفيذ عمليتهم، واستغلوا الحديث الصحيح اللي بيقول فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم:
يبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. ومع التوقيت ده وفكرتهم الخداعة بظهور المهدي المنتظر اللي قلنا عليه من شوية، اللي هو محمد بن عبد الله القحطاني، واللي خلى عند بعض الناس نوع من انهم يصدقوا اللي هم عايزين يعملوه. ونرجع تاني لمكان الاحداث في الحرم المكي، اللي بدأت الاخبار تطلع بره الحرم ان في هجوم مسلح، وفعلا راح الدوريتين من الشرطة عشان يتأكدوا من الاخبار. لكن للأسف السلطات وقتها ما كانش عندهم فكرة عن حجم التمرد اللي حصل، وسيطرت قوات جهيمان على الوضع في الحرم. وبدأت السلطات السعودية في انها تتحرك، وعمل الامير نايف وقتها غرفة عمليات في فندق مكة. وطبعا كان الوضع صعب، والاصعب ان يتم التعامل مع المسلحين جوه الحرم، وده طبعا عشان حرمانية ضرب النار جوه الحرم نفسه. ولكن بدأت الجماعة الارهابية في انهم يضربوا النار العشوائي على قوات الامن، وما كانش في حل للملك خالد بن عبد العزيز وقتها غير انه يعمل دعوة لكبار علماء المملكة عشان يتم اصدار فتوى انهم يسمحوا للقوات السعودية باطلاق النار والتعامل معاهم داخل الحرم. وبدأت الشرطة تنفذ اول عملية اقتحام، وهتكون من 3 مجموعات وفي 3 اتجاهات من نفس الوقت. مجموعة من الجنود هتخترق الحرم من ناحية مدخل المروة، ومجموعة تانية هتخترق الحرم من مدخل السفر، واخر مجموعة هتقتحم من الممر العلوي. ولكن جماعة جهيمان عرفوا بالمخطط بتاع الشرطة، وقاموا ولعوا النار في الستاير اللي موجودة في الحرم، ولطخوا وشوشهم بالفحم الاسود عشان يبقى صعب على الجنود انهم يشوفوهم وسط الضلمة والدخان، وان الرؤية هتبقى شبه معدومة جوه الحرم. وبدأ يتحول الحرم المكي الشريف لساحة حرب، ووقعت ضحايا كتير من قوات الامن. ولكن في وقت ضرب النار اتصاب محمد عبد الله القحطاني اللي بيدعي انه المهدي المنتظر، وبدأ يصرخ ويقول انا المهدي المنتظر. ولكن بعد جرحه طلع للدور اللي فوق، وهناك اشتبكوا معاه قوات الامن. وبعد 6 ايام من ضرب النار سيطرت القوات السعودية على ساحة الحرم. ولكن جهيمان وجماعته نزلوا في السراديب اللي تحت والاوض اللي تحت الارض في الحرم، والوضع تحت الارض كان صعب على القوات السعودية وما كانتش تقدر تفرض سيطرتها عليه. وهنا بدأت السعودية تبعت للرئيس الفرنسي 3 مستشارين عشان يبعت دعم، والعملية ديت كانت سرية عشان فرنسا مش دولة عربية، وعشان فرنسا تبعت قوات خاصة تسيطر على الوضع. وفعلا بعدها سافرت فرقة خاصة فرنسية واتمركزت في مدينة الطائف، وبدأوا يحطوا خطة عشان يتخلصوا من قوات جهيمان المحميين في الأوض اللي تحت الأرض واللي في الحرم. والخطة الأساسية كانت إنهم يملوا السراديب ديت بالغاز عشان يمنعوهم من التنفس. وبيقول النقيب بول براير المسؤول عن تنفيذ الخطة إنه حفر فتحات توصيل للسراديب وضخ فيها كميات كبيرة من الغاز عشان ينتشر في كل المكان اللي مستخبيين فيه. وفعلا نجحت الخطة الفرنسية، وبعد أكتر من 18 ساعة تم القبض على رجالة جهيمان العتيبي. ونرجع ونقول مش من الإسلام ولا من أي دين تاني إنك تقتل غيرك عشان مختلف معاك في الرأي أو العقيدة. وصدق الله العظيم إذ يقول وجادلهم بالتي هي أحسن. صدق الله العظيم. وديت كانت قصتنا عن انتهاك الحرم المكي الشريف وجماعة جهيمان العتيبي. يا رب القصة تكون عجبتكم واكون قدرت اقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. وشكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. المحارب البرنس، شكرا لكم. شكرا.